حكاية قديس وشهيد. قصتنا قصة القديس زكريا الطفل ابن رجل صياد اسمه فاج، وكانوا من سوهاج. وكان الطفل عمره 3 سنوات لما حصلت مذبحة أخميم، وكان الطفل واقف وبيشوف لما كان الملك إريانا بيؤمر إنه أي مسيحي يلقوه في النار. وفي الوقت ده شاف الطفل إنه في أشخاص نورانية بتحيط المكان اللي كان فيه النار وبتاخد أرواح الناس الأشخاص اللي هم كانوا في النار في الوقت ده. فلما لقي كده راح حكى قدام بابا، صوت اتسمع وسمعت الناس اللي كانت واقفة القديس وبيسمعوه وهو بيتكلم. فلما عرف الملك كده امر ان هم يجيبوا له الطفل، وخد الطفل وقطع لسانه. في الوقت ده حزن باباه عليه جدا وخد ابنه وهو وراجع لبيته، لكن الملاك ميخائيل ظهر لهم وخد الطفل وشفاه ورجعه ان هو بيتكلم زي الاول تاني. فباباه فرح جدا ورجع للوالي علشان يحكي له. كان مفتكر انه الوالي هيامن على اسم المسيح، لكن اللي حصل ان الوالي اتضايق جدا من اللي حصل، فامر انه الطفل وباباه يلقوهم في النار. وفعلا رموهم في النار. ان جه الملاك ميخائيل وامن عدد كبير جدا من اهل البلد. في الوقت ده امن 8410 شخص واستشهدوا على اسم المسيح القديس وباباه، ونالوا اكليل الشهاده. كان سنه 20 للشهداء 304 ميلادي. وبركه هذا القديس تكون معنا، ولربنا المجد الدائم الى الابد امين.